في تاني حلقات بودكاست بين العلم والقرآن. كل واحد تعجبه واحدة يروح يكلمها من وراء أهلها. العلم أكيد كان ليه دور، بس مش مقتنعة بالموضوع ده. قلتي البلد الوحيدة مش من الدين خالص. الراجل حقه إن هو ما يكتبش عواطف. أنا بحب فلان، لو هقتل نفسي هروح أتجوزه. مش هينفع الكلام دوت. ليه؟ في 120 ملاية وحاجات غريبة كده يعني عشان الأطفال ما تضيعش. أنت تختار اللي تبقى مناسبة معاك، مع شخصيتك، مع طباعك، مع تعليمك. عشان نكون واقعيين، المعيشة دلوقتي ما تنفعش بأقل من كده. يعني انت هو فعلا احنا بنختار على أساس الدين. من ضمن أسباب الطلاق الاضطرابات النفسية. تمام، ونخلي الناس تخمن معانا ايه الاضطراب ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تاني حلقات بودكاست بين العلم والقرآن. ازيك يا دكتورة ايه؟ ازيك يا دكتورة انجي، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، انتي أخبارك؟ الحمد لله بخير. النهاردة بقى عايزين نتكلم عن الجواز. تفتكري يا دكتور ايه ليه الجواز زمان مش زي دلوقتي؟ حاجات كتير قوي اختلفت، حاجات كتير جدا. يعني زمان كانت الناس متعودة على قيم ومفاهيم معينة مش موجودة دلوقتي. زمان يا دكتور كانت الناس بتحترم بعض. يعني الجواز بالنسبة لهم كان حد يفتح بيت ده ميثاق غليظ، اللي هو ليه قواعد وليه أساسيات هو بيحترمها. وكان كل طرف من الأطراف سواء الراجل أو الست ليه كبير بيرجع له. دلوقتي مفيش الكلام ده. كل واحد تعجبه واحدة يروح يكلمها من وراء أهلها، يروح يخطبها. دلوقتي بيعملوا مفاجآت لبعض وبيتخطبوا ومحدش يعرف أي حاجة. في حتى إن هو يروح لأهلها يتقدم لها. فين الكبار اللي انت احترمتهم؟ فلما تحصل ما بينكم مشكلة هترجعوا لمين؟ لا، عايزة أقولك كمان إن زمان كانوا بيرضوا بأقل حاجة. أيوة. يعني ما كانش فيه المغالاة في المعيشة بالظبط اللي موجودة دلوقتي. كان في تربية وكان في أخلاق، والأم كانت تفهم بنتها المفروض تمشي على قد ما جوزك مقدرته 1 2 3. والراجل كان أهله يفهموه دي بنت الناس لازم تحافظ عليها ولازم تحترمها، وكلام كده كتير، كلام جميل قوي. دلوقتي ما فيش الكلام ده. تقولك أنا ابني ما يغلطش. بتحصل والله. أنا ابني ما بيغلطش، هو يقول لا احنا بنتنا عندنا تاكل لقمة وترمي 10. روح انت بقى اضرب دماغك في الحيطة. بتحصل طيب كتير. أنا عايزة أسألك، هو العلم ساهم في إيه إن الموضوع اتغير؟ يعني العلم أكيد كان ليه دور إن الحياة اتغيرت. من زمان ما كانوش العلم، يعني ما كانش فيه تعليم زي دلوقتي، أو كانت أغلب الناس يا إما تعليم متوسط يا إما مش متعلمين. وكانت الحياة تمام وبيعيشوا كويس، ومع ذلك كان في تربية كمان للأبناء، تربية كويسة. ما كانش فيه التربية الحديثة اللي موجودة دلوقتي. كان بيضربوا على الشبشب والكلام ده. فالعلم كان ليه دور إن الأسرة حالها يتبدل ويتغير. أكيد طبعا. بصي يا دكتور، كل ما العلم ازداد، كل ما التكنولوجيا زادت، كل ما العالم انفتح على بعضه. دلوقتي أنا بفتح الفيسبوك ولا بفتح أي منصة، أنا بشوف حياة الناس كلها على العام كده. كلوا ايه، شربوا ايه، عملوا ايه، خرجوا فين، جابوا لبعض هدايا ايه. فما عادش فيه القناعة والرضا اللي كانت موجودة في كل بيت. دلوقتي بقى العالم كله عبارة عن بيت واحد. فالواحد يعني مش حاسس باقتناع كده شخصي بعيشته، لا دايما حاسس بنقص. وطبعا انت مش تايهه عن اللي بيحصل على السوشيال ميديا، كل واحد بيظهر احسن ما عنده. فهم مصدرين صوره لبعض، مش للناس بقى، هم بيشتغلوا بعض من الاخر. لا ده مش كمان دي احسن حاجه، او هو ده الوضع الصح المظبوط. ده مش السوشيال ميديا بس، ده الاعلام كمان. يعني انت بتلاقي المسلسلات دلوقتي موجود فيها البيوت على أعلى مستوى، فيلل، قصور، شقق هاي لوكس، العفش هاي لوكس. وده مش الطبيعي، وده اللي بيوصلنا لنقطة إن لازم الاتنين يشتركوا في الفرش عشان يقعدوا في بيت أو في عيشة هاي كواليتي، وده مش الطبيعي. ايه رأيك بقى في حوار إن احنا في مصر البلد الوحيدة اللي العروسة بتشارك العريس في حوار الزواج؟ أنا عن نفسي مش مقتنعة بالموضوع ده. قلتي البلد الوحيدة. أنا مع الدين طبعا. إن ربنا قال واللاتي آتيتموهن أجورهن
يعني هي لازم يبقى في مهر والمهر اللي ترضاه. طبعا احنا مش بنتكلم في المغالاة في المهر. القايمة دي أنا بشوفها مش من الدين خالص. بس في حاجة بقى بمناسبة موضوع القايمة ده، إن الرجالة بترفض موضوع القايمة، أو بيتكلموا إن ليه الست تكتب قايمة أو مش تكتب قايمة. حقهم على فكرة. أنا هقول لك أنا على حاجة، مم. الراجل حقه إن هو ما يكتبش قايمة، تمام؟ مم. بس في المقابل الست ملكة، ما تجيبش أي حاجة. صح، ده اللي أنا تمام؟ بتكلم فيه. ملكة حرفيا. الإسلام عز المرأة، لازم تكون ملكة، تاخد مهرها كامل، فرش بيتها يتفرش على قد إمكانياته. لو أنت ارتضيتي دينه وخلقه وإمكانياته المادية، خلاص بالظبط. أوكي، أنت هتبقى خلاص أي حاجة بعد كده سهلة، هترتضي العيشة معاه. ولكن اللي بيحصل ليه؟ إحنا ما بنبصش على دينه والخلق الأول، إحنا بنبص هو معاه كام. فالعيشة ما بتعجبناش، فنضطر إن إحنا نجيب ونكتب قايمة وهو ما يرضاش يمضي على القايمة، وقصص كبيرة قوي بتحصل. بصي، هو الموضوع من البداية في حاجة غلط. هي دلوقتي بترتضي بالشاب وهي عارفة ظروفه، ان هو ظروفه معلش الحياة والمعيشة غالية، فانتي راضية بيه على قد ظروفه. يا دكتور ده في ناس بتقول له أنا أساعدك بس تعالى اخطبني. في ناس كده، أنا بيجيلي حالات كده. لا هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني اللي قادر يفتح بيت بالظبط يتجوز، اللي مش هيقدر يصوم. وهي بتحبه وعايزاه يبقى خلاص تعيشي على قد حياته. يبقى انت عايزه تشاركيه عشان انت عايزه احسن حاجه. معلش انا بشوف ناس بتجيب 120 ملايه وحاجات غريبه كده، يعني كانهم عندهم تبول لا ارادي. فكره الجواز برضو فيها خلل في المفاهيم عند الناس. يعني برضو ماشيين الموضوع كله بالعواطف. انا بحب فلان، لو هقتل نفسي هروح اتجوزه. مش هينفع الكلام دوت. ليه؟ في حاجه اسمها اسس انا بختار عليها شريك الحياه. لازم اكون مفعل عقلي وقلبي، بس عقلي الاول. ليه؟ لازم اختار شريك الحياه. بنتكلم بقى من ناحيه الست، يعني تختاروا على حسب مستوى مادي متكافئ معاها عشان ما يحصلش مشاكل في النقطه دي، مستوى ثقافي متكافئ، وطبعا قبل دول كلهم الدين لازم يكون من دينها ومن نفس مستوى. في حاجه كمان يا دكتور آية، ربنا قال في القرآن الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. بالظبط. في ناس مش فاهمه معنى الآية دي قوي. هي معنى الآية دي ان انت على دين وعلى خلق تتزوج واحدة زيك على دين وعلى خلق. ما ده اللي احنا بنتكلم مش فيه. تبقى انت لا بتصلي ولا تعرف ربنا وعايزها هي منتقبة وتكون بتصلي وبتصوم، يبقى انت كده مفيش بالانس في خليه يختار زي ما هو عايز، هي تنقي من ضمن وهي برضو نفس الكلام. ما انت ما تروحيش ما تبقيش مثلا حد ملتزم وتروحي تاخديه هو شخص مش ملتزم دينيا ولا ملتزم اخلاقيا. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو لازم يكون في توافق ثقافي، توافق مادي، توافق فكري، توافق في التعليم. ما ينفعش هي تكون متعلمه وتاخد واحد دبلوم. ايوه لا مستحيل خالص. هيكملوا مع بعض، الا بقى حالات بنسميها استثناء القاعده. بس حرفيا بتحصل مشاكل كتير جدا لان هو مش نفس المستوى الفكري. هو دايما بيشوف نفسه قليل جنبها طبعا. وبعد كده حتى لو ما صرحش بده بيطلع من جواه بيحس بالنقص. انا اعرف ناس حرفيا والله عندهم نفس المشكله دي، ما كانش بيقول ان هو عنده نقص في الجزئيه دي، ولكن كان بيطلعوا عليها من ناحيه تانية. اكيد بالظبط. اكيد. كمان انا عايزه اتكلم في حته ان انتي لما تيجي تختاريه انتي ارتضيتي بيه كدين وكخلق وكمستوى اجتماعي وكمستوى بيئي. وعلى فكرة الكلام لما بنتكلم بصيغة الستات برضو نفس الكلام على الرجالة. يعني يعني الرجالة برضو الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاصفر بذات الدين. يعني هو ذكر حاجات في الأول بس في الآخر قال فاصفر بذات الدين سلمت يديك. الدين هو الأساس اللي احنا بنبني عليه عشان الدين. فلما تيجي برضو تختار، انت تختار اللي تبقى مناسبة معاك، مع شخصيتك، مع طباعك، مع تعليمك. فهم الاتنين نفس الكلام. بس انا حابة اتكلم في حتة ان انت دلوقتي تمام اخترتها مناسبة ليك في كل حاجة. لما تيجوا تتجوزوا بقى
هي ترضى بظروفك المادية ان انت بتدفع لها المهر اللي هي ترتضاه، طالما هي عارفة ظروفك فما تغليش في المهر قوي. انت بتجهز شقتك على قد امكانياتك، بتتفقوا على الحياة اللي انتوا هتعيشوها سوا. يعني انتوا هتعيشوا ب10,000 مثلا، 10,000 جنيه في الشهر، او مرتبك 10,000 جنيه في الشهر، فانت بتتفق معاها ان احنا هنعيش بال10,000 جنيه دول، هنقسم حياتنا كذا في ناس وكذا بتعيش وكذا. بأقل من كده على فكرة، يعني عشان الناس ما تفكرش ان الرقم ده ايا ده الحد الأدنى. لا والله، ده في ايا ناس بتعملها كان بأرقام ايا كان أقل بس كتير. انا شايفه ان احنا برضه عشان نكون واقعيين، المعيشه دلوقتي ما تنفعش باقل من كده. يعني انت لو شايفه حياته اقل من كده، بصي لو في راجعي الأول نفسك. أنا هختار، لا طبعا ما ينفعش. ايوه. إنما بصي يا دكتور، أنا هقولك على حاجة من الآخر كده، اللي عنده دين لا يتخاف منه ولا يتخاف عليه. فهو فعلا احنا بنختار على أساس الدين، والحاجات التانية بقى أنا بشوفها مكملات للموضوع الأساسي اللي هو موضوع الدين. فاحنا نختار على أساس الدين، وبعد كده اللي جاي سهل. كمان الاختيار الغلط بيؤدي ان احنا بيبقى في اطفال جايه طبعا ملهاش اي ذنب، وبيحصل طلاق وانفصال. فالاطفال دي بتطلع مضطربه نفسيا، وبيكونوا عبء على المجتمع، وبتكون حياتهم وعلى المجتمع حياة خاطئة بارتكاب جرائم وإدمان وحاجات كتير قوي غلط احنا بنعيشها في المجتمع اللي احنا فيه. لو حالة انفصال حصلت، يا ريت يكون في طرف واعي، يا الأب يا الأم، عشان الأطفال ما تضيعش. لازم يكون في طرف واعي في على فكرة الشيطان بيتدخل في الموضوع ده جدا لما بيبقى في طرف مضطرب نفسيا فعلا. الشيطان بيتجسد فيه عشان اللي هو زي ما القرآن قال، اللي هو ما يفرق بين المرء وزوجه. يعني الشيطان أساسه عمله شغله يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني الشيطان أساس عمله هو التفريق بين المرء وزوجه، فهو بيختار الطرف الأضعف أو الطرف اللي عنده اضطرابات، وده بيبدأ يشتغل عليه. وده من أيام سيدنا آدم على فكرة. يعني بالزبط. هو لما حب ينزلهم من الجنة هو اختار حواء عشان توسوس لآدم. طيب احنا دلوقتي في أسباب من ضمن أسباب الطلاق الاضطرابات النفسية. مظبوط. في حد أو في اضطراب نفسي، الاضطراب النفسي ده شائع جدا في المجتمع. تمام. خدت بالي انت عايز تقولي ايه. بس في ناس ما تعرفش ان هي عايشه مع شخص عنده الاضطراب ده. ده يعني هنقول ايه 80% من اسباب الطلاق، اكتر نقول 80% من اسباب الطلاق هو الشخصيه اللي عندها اضطراب نفسي، سواء من الست او الراجل. مش بنتكلم على الراجل بس، لا من الطرفين. ايه هو الاضطراب ده وايه هي الشخصيه دي؟ طب انا هقولك على حاجه، عشان وقت الحلقه بتاعتنا الاضطراب ده لو فتحنا فيه احنا مش هنخلص. يعني لو لبكره انا معاكي مش هنخلص. خلينا نبدا بيه الحلقه اللي جايه، تمام، ونخلي الناس تخمن معانا ايه الاضطراب ده. ودلوقتي سؤالنا للناس موجوده في البيت، تجاوبنا في الكومنتات. ايه هو الاضطراب اللي بيؤدي الى ان مشاكل في البيوت واسباب كتير من خراب البيوت من الاضطراب ده. ونشوفكم الحلقة الجاية من بودكاست بين العلم والقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.